السلام عليكم. منظمة الابتزاز السياسي والمالي والمعروفة باسم منظمة العفو الدولية بتحتج على مصر إنها بترحل السودانيين المخالفين وبتطالبنا بفتح البلد على البحري لدخول اللاجئين. الغريبة إن المنظمة المشبوهة دي ما نطقتش بكلمة على الاغتصاب والسرقة والترويع اللي بيشوفوا السودانيين من أثيوبيا وتشاد وحتى مصر في أجندتها المشبوهة. النهاردة هنكشف أسرار نشأة المنظمة ومين الصهيوني اللي أسسها وعلاقته إيه بالمخابرات البريطانية وإزاي بيجندوا الشباب في كل أنحاء العالم عشان يشتغل معاهم. خليكم معايا، أنا إيمان مطر ودي قناة حواديت. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. أهلا بيكم. اللي أسس المنظمة واحد اسمه بيتر بنسن، بريطاني من عيلة يهودية صهيونية متعصبة، وكان لأمه دور كبير قوي في حياته. هي اسمها فلورا بنسن، اتولدت سنة 1895 في روسيا القيصرية من عيلة يهودية غنية، وكان لها علاقات قوية بعيلة روتشيلد. هاجروا على انجلترا سنة 1914، ولما قامت الثورة البلشفية الروسية سنة 1917 خسروا كل فلوسهم. ومن الوقت ده اتولد جوه فلورا حقد وغل وغضب كبير جدا على الاتحاد السوفيتي، وظهر ده بوضوح لما بلغت المخابرات البريطانية عن أقرب أصدقائها كان اسمه كيم فليبي، وكشفت إنه جاسوس سوفيتي وحاول تجنيدها عشان تشتغل معاه، وقدر فليبي إنه يهرب في اللحظة الأخيرة قبل ما يتقبض عليه. وكان حلقة الوصل بينها وبين المخابرات البريطانية صديقها فيكتور روتشيلد. اتجوزت فلورا من جندي بالجيش البريطاني اسمه هارولد سولومون، وفي سنة 1921 اتولد بيتر بمدينة أكسفورد. بعد 9 سنين اتوفى الأب، وتربى بيتر في بيت جده وتخلى عن اسم أبوه وأخذ لقب جده كمظهر من مظاهر حبه واحترامه ليه ولأمه. فلورا ما كانتش ست عادية، لا، كان ليها دور فعال في المنظمة الصهيونية العالمية في فترة الثلاثينات قبل الحرب العالمية الثانية، وساعدت اللاجئين اليهود اللي نزحوا لبريطانيا على انهم يلاقوا سكن ليهم. وخلال الحرب العالمية الثانية كان لها دور كبير قوي في تنظيم وتوزيع المواد الغذائية اللي خصصتها الحكومة البريطانية للاجئين. اشتغلت فلورا بمحلات ماركس اند سبنسر المملوكة لميشيل ماركس، وهو يهودي مهاجر برضه من روسيا القيصرية، وواحد من أكبر الداعمين هو وعيلته لمنظمة الصهيونية العالمية اللي أسسها تيودور هرتزل. وطبعا ست بالمواصفات دي كان لها نفوذ ومعارف كتيرة جدا في لندن، وده ساعد بيتر في حياته العملية بشكل كبير، خصوصا بعد ما وقفت دراسة في كلية الحقوق أثناء الحرب العالمية التانية، فخدته أمه من إيده لمقر المخابرات البريطانية عشان يشتغل فيها. وده كان من سنة 1941 ل 1945، وبعد انتهاء الحرب قدر بيتر إنه ينهي دراسته في الحقوق. ظاهريا ابتعد بيتر عن العمل في مقر المخابرات البريطانية وانضم لحزب العمال البريطاني، وفي سنة 1957 أسس مع مجموعة من المحامين منظمة أطلقوا عليها اسم العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم إلا بريطانيا طبعا. وبعدها بسنة اتحول للديانة المسيحية عشان ما تكونش اليهودية عائق قدامه لتحقيق طموحه. بس امتى اشتهر بيتر كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان؟ ومش أي إنسان، ده لازم يكون له مواصفات معينة. لقاها بيتر سنة 1961 لما اندلعت الحرب بين الثوار في أنجولا والمحتلين البرتغال، وبقى في أعمال عنف كبيرة، وواجهت البرتغال خسائر بشرية وعسكرية كبيرة جدا. وفي وسط ده كله قام 2 من الطلاب في إحدى جامعات البرتغال بتحية الأنجوليين وتشجيعهم على الثورة، فتم القبض عليهم. وهنا لقاها بيتر بنسن ومن وراء جهاز المخابرات البريطانية فرصة كبيرة جدا إن هم ينفذوا اللي هم عايزينه، فكتب بنسن المقالات في الصحف الإنجليزية دفاعا عن الطالبين اللي رفعوا نخب الحرية. واشتهر من ساعتها بيتر بأنه محامي باحث عن الحرية ومدافع عن الثورات في البلدان النامية ضد الاحتلال، وقام بتأسيس منظمة العفو الدولية. كتير بيسألوا يا ترى المنظمة دي ليها سلطة قانونية لتنفيذ مطالبهم عند الدول؟ والإجابة ببساطة لا، ملهمش أي سلطة قانونية. بس لما يكتبوا على الموقع الخاص بتاعهم إن هم بيقوموا بالضغط على الحكومات والجماعات القوية الأخرى زي الشركات لتنفيذ مطالبهم كأسلوب عمل،
يبقوا منظمة ابتزاز عالمي، خصوصا لما يكتبوا تقرير عن مصر ويوجهوه للداعمين لها زي الاتحاد الأوروبي عشان يوقفوا دعمهم ليها. المنظمة بتجند الشباب في كل أنحاء العالم علشان يشتغلوا لحسابها، وبتستخدم أسلوب بسيط جدا وهو إثارة حماس الشباب وحقهم في الدفاع عن حقوق المضطهدين والمظلومين، ده حسب وصفهم. فالأمر مش هيكلفك أكتر من التواصل معنا عن طريق التليفون المحمول. ووصفوا تطبيقات التواصل دي بإنها زر للذعر بالنسبة للدول. وبتكمل المنظمة أسلوب تجنيدها للشباب وبتقول لهم إنها هتحميهم من أي حاجة ومش هيكونوا لوحدهم، وإن في 7 مليون بني آدم في مختلف أنحاء العالم بيتواصلوا معاها، وفي حالة تعرض أي عضو لأي حاجة فالمنظمة تقدر تحشد ال7 مليون دول على طول. وده طبعا بيوضح سر الحشد السريع والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية اللي بتنظمها المنظمة دي في دول كتيرة قوي في نفس التوقيت وقدام سفارة أي دولة مستهدفة. المنظمة دي فعلا قدرت إن يكون ليها 70 فرع في 70 دولة بخلاف مقرها الرئيسي في إنجلترا. هي فعلا شبكة ابتزاز عالمية. طيب المنظمة دي بتصرف منين؟ وإيه مصادر تمويلها؟ ببراءة شديدة المنظمة كاتبة على الموقع بتاعها إن تمويلها بيجي من أعضائها الأفراد في سائر أنحاء العالم. بس لو بصينا بص على الأعضاء دول اللي هي بتقول عليهم، هنلاقيهم يا دوب بيوفروا احتياجاتهم الأساسية، ما كلهم شباب، ما حيلتهمش يعني، فما بالك بتمويل منظمة بالحجم ده. ورغم نفي المنظمة إن هم ما بيتقاضوش أي تبرعات من حكومات أو أيديولوجيات سياسية أو دينية أو مصالح اقتصادية، وحط تحت مصالح اقتصادية ديت خط عريض قوي، إلا إنهم بيقبلوا الدعم من الشركات. وطبعا زرا للرماد في العيون كتبوا بعد التدقيق في وضعها بعناية. طيب هو في سؤال هنا بيفرض نفسه، يا ترى المنظمة هتقف مع أي شركة داعمة لو ثبت إن الشركة دي بتتلاعب في ملفات الضرائب الخاصة بيها في أي دولة؟ مش هتلاقي الإجابة، لأنهم بيتبعوا سياسة اليهود. فمثلا في ملف انتهاكات حقوق الإنسان للعمال بدولة قطر، هتلاقيهم بيتكلموا بلطف شديد جدا وبيناشدوا قطر إنها تراعي الملف ده، وبعدين سكتوا خالص وما جابوش سيرة. قارن بقى بين اللهجة الناعمة دي والأسلوب اللي بيتكلم بيه مصر، وهتعرف إنها منظمة لا مؤاخذة بتمد إيديها لأسيادها وتغمض عينيها عن أي حاجة بيعملوها الأسياد دول. وبعدين هل أنتم سمعتم قبل كده عن منظمة نشأت برعاية جهاز المخابرات البريطانية وقدرت تخرج من عبايته وتشتغل بشكل مستقل؟ أكيد طبعا ما سمعناش ولا هنسمع.